السلام عليكم خوتي المغاربه، نتمنى تكونوا على خير وبخير. في هذا الفيديو غادي تشوفوا الاعلام الجزائري كيفاش كيبكي على خساره رئيس الجامعه ديالهم، رئيس جامعه كره القدم عندهم الاتحاديه كما تيسميوها، خسارته في انتخابات ديال منصب الهيئه التنفيذيه للكاف. وكما غتلاحظوا ديما هذا الاعلام الجزائري ديما تلصق خسارته وانهزاماته، تلصقها على المغرب وعلى القجع رئيس الجامعه المغربيه. نخليكم مع هذا الفيديو، تبعوه شوفوه مزيان ومن بعد نرجعوا ان شاء الله نعلقوا عليه. الجزائر أخيرا تدخل للمكتب التنفيذي، وبعد التطمينات وبعد الحديث عن انسحاب الشلماني الممثل الليبي اللي ما راهوش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، راه مسؤول لجنة التحكيم، لكنه فاز مرة أخرى على الممثل الجزائري وبنتيجة عريضة وعريضة جدا. رشيد عباد، شيء صفعة أخرى للفاف ولزفزاف. أنا لا أقول صفعة للجزائر لأنه زفزاف كان عليه أن ينسحب، لأنه الجميع كان يقول له بأنك سوف لن تفوز بالعضوية بعد هذه الخسارة المدلة أمام الليبي في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف. شيء غريب وغريب جدا أن الجزائر لا تستطيع أن تحصد إلا 15 صوت فقط أمام ممثل ليبيا اللي حصد 38 صوت. تصوروا أكثر من ضعف الأصوات. الجزائر التي استقبلت الشان، والجزائر التي استقبلت كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي استقبلت الألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي استقبلت اجتماع المكتب التنفيذي للكاف هنا بالشيراتون، والتي استقبلت أكثر من 3 مرات زارنا موتسيبي هنا بالجزائر، لكننا لم نتمكن من أن نصنع أو من التنافس حتى مع ممثل ليبيا. هذا البلد اليوم متواجد تقريبا بين قوسين في حرب وفي مشاكل سياسية، ومنتخب كرة القدم ضعيف ولا أصبح لا يستطيع حتى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا. لكننا أمام هذه التصفيقات كنا هاو الشلماني الذي فاز اليوم على ممثل الجزائر بالضربة القاضية 38 مقابل 15 صوت فقط. بعد بداية فرز الأصوات مباشرة الأمور حسمت للشلماني الذي كان يحصد الصوت تلو الآخر رشيد عباد. أعتقد بأنها فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح كرة القدم الجزائرية. حتى في العهدة السابقة عمار بهلول تحصل على أصوات وصلت إلى 24 صوت يعني، وما كانش رئيس للاتحاد آنذاك، كان ممثل الاتحادية الجزائرية كرة القدم. هذا رئيس للاتحاد يتحصل على 15 صوت، هزيمة قاسية لنا كشعب جزائري. أصلا والله رانا مصدومين، والله غير مصدومين. لأن لماذا في الجمعية العامة الأخيرة تاع الفاف اللي جرت في مركز بني مسوس العسكري، كان لي حديث جانبي مع رئيس الفاف، تكلمنا على هاد لي زيليكسيون. حبيت نشوف ابوبري رايو استراتيجيه تاعو اللي راح يضبطيها في هاد لي زيليكسيون. شفت فيها تفاؤل كبير. لا كان متفائل، هو قال بانني سافوز، وكان يقول لك الشلماني راح ينسحب ويكون ممثل وحده. هذيك السلماني راح ينسحب، هذوك غير هضره زايده باش كان فيه تفاؤل كبير. وقال لك انا عندي ضمانات من جانب الكاف، من جانب اعضاء الكاف، من جانب مام رئيس موتسيبي. لكن اليوم الواقع اثبت العكس. اليوم صراحه رئيس يجي عنده عام باللي جا سوا il a été élu le 7 juillet 2022، عام وشويه، عنده عام من غير المعقول انك في عام تحب تطاكي لي زيليكسيون تاع الكوميكس تاع لاكاف، من غير المعقول. وراي الحمله تاع ما دارش حمله، حتى حمله مع نعم. بعض الاسماء الفاعله في كره القدم. نعطيك على سبيل المثال، هنا جارنا توانسه وديع الجري طلع 2012 على راس الجامعه التونسيه، حتى 2021 بس انتخب في الكوميكس تاع لاكاف. احسب شحال قريب باسك 10 سنين. حتى محمد روراو بقى تقريبا 12 سنه او من 2004 لو بريمي موندا تاع محمد روراو 2004 في تونس حتى 2017. من 2004 حتى 2017. لا، ومن بعد دخل المكتب تاع الفيفا، هو من بعد دخل في المكتب تاع الفيفا اونتر هادو دار كي انتخب في 2004 كنا حاضرين معاه في تونس. اليوم صراحه اسكو اليوم الجزائر ما عندهاش لوبينغ او نيفو دو لافريك؟ يعني السياسيين الجزائر راهي قويه اليوم، ورانا نشوفوا يعني
لي ديبلاسمون تاع وزير الخارجيه، رانا نشوفوا يعني الرئيس تبون كيفاش راهو مع الافارقه كيفاش، وخاصه اخيرا عندما لا الجزائر قويه افريقيا سياسيا، لكن رياضيا رانا بعد كثير. هل وضعنا ثقه ربما في الشخص غير مناسب؟ لانه هل هذا الشخص سي جايد زفزاف مع احترامنا له، نعم. هل من الطبيعي اليوم كيفاش راح يقابل؟ هو اللي كان يقول راح نفوز، كيفاش يقابل اليوم؟ خاصة أنه الوضعية أصبحت مخزية، يعني عيب أننا ندخلوا مع ممثل ليبيا مع احترامنا للشعب الليبي والجمهورنا في ليبيا، نعم. لكن ليبيا حاليا مع الجزائر ماهيش الأمور نفس الشيء. كيفاه يخسر بهذه الطريقة المدلة وما دارش حتى حملة؟ كان قادر يشوف أسماء لامعة اللي يدير بهم حمله. جاونا هنا شحال من مره، جا موتسيبي، جا الكوميتي تاع ليكزيكوتيف تاع لاكاف كان هنا، رؤساء الاتحاديات جاو في الشام كاس افريقيا في جونفي، جاو في كاس اقل من 17 سنه نجيبوا 15 صوت. 15 صوت يعني جوستومون انا جيفي دون تو سونس. بارك الله فيك، عطيتني فكره مليحه. سي فري اون ا يو 3 كوميكس في الجي، 3 réunions du comité exécutif de la CAF et Alger en l'espace de 6 mois. Mais on n'a pas pu profiter de la présence des membres du comité exécutif de la CAF باش نديروا un lobbying. Dans ce cas-là كيما كان يدير الرئيس السابق شرف الدين عماره، كيما كانوا يجيو هنا لي ممبر دي كوميتي اكزيكوتيف، ما كانوش يديروا ريونيون، كانوا يجيو باغ اكزومبل دي فوا كوميسار ولا يجيو دي فوا بور دي ريونيون تكنيك، كان يتلاقى معهم وكان عنده علاقات معهم. نعم. كنا قادرين باغ اكزومبل اليوم. لماذا واش يمنع اليوم الجزائر باش باغ اكزومبل اليوم بزاف كونديدا؟ انا اليوم نشوف الحاجه روراوه ونشوف السيد شرف الدين عماره صح. اللي عنده علاقات مع بعض الاطراف في الكاف، راهو نائب في اللجنه الماليه. نعم. لكن كيفاش تشوف هاد الناس؟ وانت بما اننا في حصه بالمشروف، يمنعني انا اليوم كجزائري قال يا جماعه نعيط لكم وتور دانتيني، قال فوالا غدوه اني رايح كوميتي اكزيكوتيف مثل الجزائر، انت عماره عندك صحابك، انت روراوه عندك صحابك، عاونوني اون في ان لوبينغ وباش نكون. كيفاش دير هذا اللوبينغ؟ كيفاش دير هذا اللوبينغ؟ كيفاش دير هذا اللوبي من اجل فوز الجزائر يا رشيد؟ يعني واحد يكون صريح مع نفسه. كيفاش دير هذا اللوبي وانت تعرف باللي في شيراتون مؤخرا لما جاوا داروا هنا الاجتماع تاع الكاف، دخل شرف الدين عماره كممثل للجنه الماليه، وزاد دخل بعده السيد جاهد زفزاف طلب من موتسيبي ان يخرج في عماره من القاعه. هذا ماشي كيفاش يشوفوك لي زافريكان كي تقول له هذا الجزائري انا ما يسحقوش يقعد، هذا ماهوش منتخب، هذا راه معين كنائب في اللجنه الماليه، انا جيت ممثل للجزائر ما يسحقش هذا يقعد. انا قالوا لي بانه الكثير من الاعضاء تاع اللجنه التنفيذيه تاع الكاف ما عجبهمش الامر، قال لك انتم بيناتكم تاكلوا بهذه الطريقه، قال لك وتحبونا احنا ننتخبوا عليكم. يعني هذه كانت سقطه من رئيس الاتحاد. خوتي ها انتم كتشوفوا كيفاش يتحدث الاعلام الجزائري على المغرب وعلى كرة القدم ديالهم، وكيفاش انه خسروا هذا المنصب هذا وتبهديله كما تيسميوها، تبهديله. الجزائر تبهدلات في هذا الاجتماع هذا الكاف وخسروا زياده على الخساره ديالهم في جميع المستويات. وكما تتشوفوا بان كاس افريقيا ديال 2025 غتكون في المغرب ان شاء الله، والجزائر غتخسر حتى هي ما تجيبش كاس افريقيا، وغيبقاو يبكيو علينا عاوتاني، وها القجع وها كواليس وها الجوساسه وهذا الشيء ما كان. هذا الشيء غنستحملوهم. والسلام عليكم خوتي. ما تنساوش ديروا لايك، فعلوا الجرس وتابوناو. والسلام عليكم.